لكن في نقاش هنا، لان في باحثين بيقولوا استنوا شويه، الانقسام ده ما اكتملش في الجراسي، دي كانت مجرد بدايات. وجهه النظر دي بتقول ان القارات كانت لسه متشابكه ومرتبطه بجسور ارضيه، وان الشكل اللي نعرفه دلوقتي لسه ما اتكونش بالكامل. يعني باختصار القارات كانت في مرحله لا القرب مرتاح له ولا البعاد اقدر عليه. ومع مرور الوقت اوراسيا نفسها بدات تتقسم اكتر، وابتدت تسيب مساحه للمحيط الاطلنطي المستقبلي يفتح بقه. وفي نفس الوقت جوندوانا كانت بتتحرك بعيد في اتجاهات مختلفه. بس السؤال هنا، هل ده حصل بس عشان الارض زهقت من شكلها، ولا كان في سبب علمي حقيقي؟ السبب الحقيقي كان حركه الالواح التكتونيه، التكتونيك بليتس. الحراره اللي طالعه من باطن الارض كانت بتعمل ضغط تحت القشره، وده سبب بشقوق، وبدات القارات تتحرك. ايوه، كل ده كان عشان شويه قرروا يطلعوا يعملوا شغل براكين. بس في نظر بعض الباحثين مش كل ده كان سببه حركه الالواح بس، في نظريات تانية بتقول انه في عوامل سطحيه زي تغير المناخ او تاكل السواحل ساهمت في تسريع الانقسام. يعني ممكن نقول ان الارض نفسها كانت بتحاول تفك اللغز، بس كل قطعه كانت بتتحرك في سكتها. وفي اخر الفتره الجوراسيه بدات تظهر ملامح اوروبا واسيا وافريقيا، بس لسه ما كانش زي اللي بنشوفه على الخريطه في كتب المدرسه. الهند مثلا كانت لسه سايبه جندوانا ورايحه شمال بسرعه، رايحه تقابل اسيا في اصطدام رومانسي هيخلق جبال الهيمالايا بعدين.